بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، طبعا صورة قل أعوذ برب الناس الذي الله تعالى قال يغضب، قال قل أعوذ برب الناس، يعني يتعوذ الله تعالى من الذي يتملك الناس. الآية القرآنية تعتبر ربانية وربوبية. الربانية ربي الله، والربوبية الناس الذي يفعل له محاضرة مسجد ويرشد الناس إلى سوء فالله تعالى يغضب عليهم، والقبيلة اللي يدمر أسرته يعمل نفسه أنه خبرة وأنه رب الأسرة على دماره فالله تعالى يغضب عليهم. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس بصدور هذا وصدور هذا، بصدور من الجنة والناس، يعني من الجن والناس الذي هم يرشدوا الناس بفتن ملاحظة وحاجات ومحاضرات لا يرضي الله ولا رسوله، وهو باسم إنه يدعي لله ورسوله، وهو يعمل حاجة منكر لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. والله تعالى قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه الآية على زماننا هذا اللي احنا به، يعني يكون رئيس جمهورية يحكم البلاد بالذي يوحي له الله تعالى مثل ما أوحي إلى من كان قبله ولي على المسلمين من الأنبياء إلى يومنا هذا من 1450 سنة، وهم يكذبوا علينا. قال رسول الله قال وضيعوا القرآن كامل، فالقرآن حد محدود، فالله تعالى هو الذي يكلمك والذي أنت تتكلم بما يأمرك الله تعالى تشرع للناس على أساس أن ترد الناس من ضلالة إلى نور. كن مبشرا ونذيرا. وهذه الصفات على صفات محمد بن عبد الله من يومه قدم 1450 سنة تعاهد في كل قرن إلى يومنا هذا. فالشعب اليمني بإذن الله إنه يبقى هو الذي يستلم الخلافة على مقاعد الأنبياء كامل، وبإذن الله أنه تتحقق عالميا. وأسأل الله تعالى أن ينتشر الإسلام من الشعب اليمني الذي هو لا تعلم ولا درس ولا 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 ولا, ولا على صفات محمد بن عبد الله الذي مذكور بالقرآن، الرجل الأمي الذي عاش بني قريش، وإحنا عشنا على المشيخة والقبيلة والحكومات الذي في بني قريش هذه اللي عاهدت علينا في من 2014 إلى 2026، وإن شاء الله نتخلص وترجع تعاهد على الشعب اليمني كله يكونوا كأسنان المشط الذي مذكور بالقرآن الذي قال الله تعالى على شريعة محمد. وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون النبي الأمي الذي لا ينضم لأحد ويحبب الناس كلهم إلى ملجأ واحد ويكون رحمة للعالم. هذا المذكور اللي في القرآن، والسلام عليكم.